لفين الكوباية نشرب ياسين يا ولدي. حاضر. الحمد لله. الله ينور عليك ياسين يا ولدي. ايوه كده، احمد ربنا على طول، عشان كل ما تحمد ربنا على النعمة يزيدك من نعمه. الحمد لله على كل حال يابا، لكن بقول لك يابا، ومين علمك سباق اصلا؟ جدك طبعا يا ولدي، كان راجل صنايعي، ايده تتلفف حرير ودماغه دايما حاضرة، ومش علمني الصنعة وبس، لا ده علمني قبل الصنعة الصبر وكيف اتعامل مع الناس. يعني ايه التعامل مع الناس يابا؟ يعني تتعامل مع كل زبون على حسب معاملته معاك، وقد ما تقدر تطول بالك، عشان الصنعة مش مفاتيحه بس يا ولدي. مين؟ ربك بعت رزق من عنده. ايوه مين؟ اهلا يا محمد، تعال اتفضل، تعال يا ولد، تعال. حقنا عم هندي، البيت غرق والطريش اتملى. اهدى يا ولد شوي، مالك؟ تملى عليك. روح يا سينا يا ولدي، عملنا كوبايتين شاي، روح. خير يا محمد يا ولدي، احكي. اخويا بهلول كسر الحنفيه تاني عم هندي. اخوك بهلول المخلول؟ اقصد زي بعض ولدي، لا مؤاخذة، ما تاخذنيش. لا ولا يهمك عم هندي، تعال الحقنا وقت اللي يبارك فيك. لا حول الله. هو اخوك جذب على الحنفيات ياك يا ولدي؟ دي ثالث حنفيه يكسرها الشهر ده. لويه ما كسرش غير الحنفيات النحاس، يعني ما خربش غير في الغالي. والله يا عم هندي، معلش. طب حنعمل ايه؟ معلش يا عم هندي، تقلين عليك، شيل معانا في الهم شويه. ولا هم ولا حاجه يا ولدي، بس اهم حاجه لما اروح تبعد اخوك مني، عشان اخر مره كنت عنديكم كان معاه شلاطه وخدت لي مني شعطتين ورا ظهري. خلاص يا عم هندي، كان مش هتقدر تاجي معي دلوقتي، حطيت حطب الحنفيه المكسوره وقت عنا بكره ان شاء الله باذن الله يا محمد يا ولدي. بكره بعد الظهر هجيبكم. ربك عديها بالستر. يلا سلام عليكم. اقعد طب الشاي. مين؟ افتح يا محمد، انا عمك هندي. ايه؟ فين اخوك؟ تعال حابس جوا، تعال اتفضل. اتفضل. تعال يا عم هندي، تعال وراك. تعال 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 اتفضل. ايه؟ حبست اخوك زي ما اتفقنا؟ ولا خدها من قصيرها وروح؟ ايوه يا عم هندي، تعال ما تخافش، اخويا جوا في الاوضه وقافل عليه. طب المحبس مقفول ولا اخوك كسر المحبس كمان؟ المحبس ما بيقفلش، ما انت عارف من المره اللي فاتت يا عم هندي. تعال. هو اخوك ادانا فرصه؟ طب في حنفيه ولا حتروح تجيب لي؟ ما تعال يا عم هندي، انت هتكلمني من خلال الحيطه. تعال حتى حتى حنفيه واقي من عند سيد ابو شحات، دقت حطبه مكان الحنفيه.
طب ابقى هات لي الحنفيه وتعالى بسرعه يا ولدي، احسن اخوك يطلع يولع فيها المره دي. لا ما تخافش، قفلت عليه، نبهت عليهم ما حدش يفتح لي. طب روح يا ولدي تعالى بسرعه الله يبارك فيك. يا تفتح الباب، افتح الباب عايز اخش الحمام يا كلاب. مين ده؟ هندي. عواف يا هندي، ايه بتعمل عندك؟ يا وقعتين، انت هي اللي طلعك. اللي طلعني جيت في معادي قبل ما بيت يغرق، والله المرة دي ما هسيبك، لحش رقبتك ورقبتك المخنزرة دي. يا ابوي الحقوني يا خالد، الحقوني يا ابوي، راجل المقبول بلاتي حيموتني. يا وقعتين ايدك يا ابوي. انا مقبول، والله ما هسيبك النهارده، لنكتك بالشرشر زي العقرب، جاي تخرب ببيتي يا كلب. طب لو راجل افتح الباب، والله لخرمك النهارده يا نجس. استنى يا بهلول، هي بتعمل بعدين فيك يا اخي. فوق يا اخي، ده عم هندي جاي يصلح الفين انت كسرتها. يا اخي الراجل اللي جوا ده الخاصر وانا مش بحمله. لو مش بتحملني سيبني اروح، وانا مش حاجه تاني، مصاريعي كتير يا اخي. طب لو راجل افتح، وانا بيت لك الشرشر ده في عينك النهارده. خلاص قلت لك خلي يصلح الحنفيه دي ويروح لحاله. خلاص ماشي، خليه يصلحها وهو. افتح يا عم هندي، ادينا راقب. لا مش طالع، لكن الحنفيه من تحت الباب احسن يا ولدي، الله يبارك فيك. ماشي يا عم هندي، خد. وقاعد ايوه اخوك قاعد ولا مشي؟ خلاص اطلع يا عم هندي، تعالى. واي ده صلحها صح. ازيك يا هندي؟ وين الكيس اللي انت لابسه ده؟ افتكرتك كيس كيماوي. ايوه عشان كده كنت هتصبخني، لو جايب معاك شرشر عشان الشرك الكيس. الله ينشف دمك زي ما نشفت دمي يا بعيد. هتغلط، هخلي الشرشر يلعب وشك السيجة. معلش يا عم هندي، الحمد لله اللي جات على كده، وانت مش غريب.
ماشي يا عم هندي، حط لك الفلوس فين؟ كيسك ده. لا هات يا حبيبي، ومن هنا ورايح اعتبروني غريب، العمر مش بعزقه. اخذت المعلوم؟ يلا توكل على الله بكيسك ده، احسن امسح لك الكتاب اللي عليه. ماشي يا عم ابو منجل. يا ابوي وانا مالي؟ يعني ذنب ان انا اتكهرب؟ طب ما انت اتكهربت كثير واخرها كان في الخلاط، يعني انت مش فاكر؟ ما لسانك ده اللي جايب لك يد، انت جرست نفسك وجرستني. طب هي الدنيا مفيش مصلحة تاني ولا ايه؟ مصلحتي كمان. شغلانة يعني، بس يكون الناس شبعانة مش زي المرة الجعانة اللي بعتنا عنديها آخر مرة. يا راجل اشبع انت الاول. اقول لك يا جاد، انت لقالك شغلانه تاني غير الكهرباء اشتغلها. يعني ايه يا حاج؟ يعني مع نفسك ودبر حالك لحالك. باي باي. بالله في اب يقول لولده باي؟ ده انت مش اب، ده انت صفر اب. ده ابو بعدين ندور في دفاترنا القديمة، يمكن يكون ليه فلوس عند حد ونسيها. ايوه افتكر، لي 200 جنيه عند الراجل اللي اسمه صبحي، دلوقتي حقه ما اروح له. بقول لك يا سيد عمو. سيد عمك ايه يا عم؟ شايفني بحبي؟ انت زعلت من كلمة سيد عمك؟ طب زي بعض يا سيد عمك، ما تعرفش بيت الراجل اللي اسمه صبحي فين؟ عارف بس صبحي عبده فين انت؟ ليا فلوس عنده من بدري وخايف اكون نسيها. انساها؟ يلا تعال الناس، ده راجل حقنا ما باكلش حد. انا لو رحت له البيت هلقاه دولار. ايوه هتلاقيه، يوم هتفكره هيديك حقك على طول. انت متأكد ولا بتزحلقني انا النوس؟ لا متأكد يا عم، قلت لك روح هيديك حقك على طول. والله مش عارف ليه مش مصدقك، شكلك بتاع شلبيك. روح هدقني وداك حاجة. السلام عليكم. بقول لك يا اخي، ما تعرفش بيت المعلم صبحي فين؟ وعليكم السلام. بيت المعلم صبحي. شكرا يا اخي، بارك الله فيك. عفو يا اخي، اي خدمه. يا رب يا رب اطلع راجل حقان ويفتكر ال 200 جنيه. يا مقاول، الله اكبر، ما تصلي صلاه الظهر. يا مقاول صبحي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. مقاول صبحي. الله اكبر، صلي صلاه العصر. يا مقاول. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. مقاول صبحي. الله اكبر، ما تصلي صلاه المغرب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. مقاول صبحي. الله اكبر، ما تصلي صلاه العشاء.
نصلي صلاة التراويح. تراويح؟ ازيك يا معلم صبحي؟ كل سنة وانت طيب. انت طيب. أبار جاي تاخذ الزكاة من دولك يا أخي. زكاة يا معلم؟ أنا لي عندك فلوس يا أبوي. فلوس؟ فلوس إيه يا حبيبي؟ بص، عشان احنا صايمين طول النهار وختمين ريقنا، يعني مش عايزين كلام كتير. يا أبوي أنا جاد الكهرباء، أنت مش فاكرني ياك؟ أنا ليا فلوس عندك. والله شكلها هضحك من شنبك دل زي ربطة القلواح. تود عبد الله الكهربائي يا. أيوة كده افتكر، أيوة ده عبد الله الكهربائي. بص يا ولدي، أنا ما باكلش حق حد. ثواني حصلي وجهي. يا أبوي حتصلية تاني. صلي صلاة الاستخارة أديك فلوسك ولا لا؟ يا ما شاء الله عليها، والله ربنا يكرمني بعريس يا جبريل يخطفنا العصام حتى ولا ضعف صغير. مين؟ مين؟ كل العيال اخرج العين من هذا. ايوه مين؟ يلا مين؟ اقلع لك عين اخلي التانية تتحصر عليها عشان تشهد بيها يا سيفي يا واحد يا حرامي. هي في حجة حرامي؟ سرقت مني كيس ابقى حرامي. شغال خبيت ود مين يا ود انت؟ انا ود عبد الله الكهربائي. اخو جاد الدايخ ونية جاية ننوس. ابوي يقول له رن عليه عاوزه. ارن عليه؟ طب يلا يا حبيبي اطلع برا، يلا برا امشي. غوري انت مرة فقر. كم مرة جناطة عايزنا ارن عليه انا المرة؟ الو، بقول لك يا معلم عبد الله، يا اخي كنت عايزالي واحد بتاع الواح. تقصد واحد نقاش يا حجة؟ دلوك نقاش ولا منكاش؟ انا يعرفني. ايوه بس انا مش عارف انت ليه عاوزان نقاش؟ عايزاه يلون لي اوضه نوم جديده عشان هتجوز تاني. تقصدي خامس؟ يا مرة عيب عليكي، اخجلي. طب انت لولا ما راجل خيل مش كان خدتني من بدري؟ وانا اخدك ليه وربنا قاعد؟ مش بقول لك خيل ضربه في بطنك. يا ماكل ابوكي نسيتينا الموضوع اللي بنتكلم فيه. انت عاوزة من النقاشية؟ عايزاه يلون لي التكييف عشان تصدى زيك. عارفة ما انا قلت لك قبل كده ده ولدي، بس انت نسيتي. ايوه بس اوعى يكون دايخ زي الكهرباء اللي بيوقع لوحده. عطاري دايخ زيك يا رجل. ده الكهرباء اللي صرفها كان شغلت غسالة في الاوتوماتيك وغسلت وخلصت كمان. حاضر يا ست الكل، انا هكلم لك اي حد من النقاشين دول اكتر من الورانا في مصرف الغابة. وبعدين يا ربي قاعد لي فترة والحكاية نشفت، حتى حق كرت ما فيه، بس لا ربنا كريم. يا رب
فقر. الو، ايوه يا فقر، خير؟ انا فقر، انا هطلع احسن منك واقول لك كل سنه وانت طيب. وانت بخ. وانت بخ ايه دي كمان؟ يا اخي ما تتكلم زي الناس وإيش تهلك. ادينا عايشين بس زي الميتين يا قادر، عشان الدنيا صيام ورمضان كريم وما فيش شغل زي ما انت عارف. هيقلبها دراما دلوقتي. قاد اخلص وما تجخش كتير. لا يا اخي انا ما بجخش كتير، وبعدين لما عاوز اجخ اخش الحمام. اخلص ومش طالبه الفاتك في رمضان، هات اللي في بطنك وانجز. برضو كده عاوز اروح الحمام. يا راجل عيب عليك بلا قرف، والله حتفلي في وشك. خلاص هقول لك في مصلحة يا معلم. يا راجل شغلانة يعني؟ فين يا عم؟ ده الحياة منشفة. اكيد دي الحياة مسلسلات. وعند مين المصلحة دي يا جاد؟ عند مرة كبيرة اسمها داليا شلل. ودي كبيرة في السن ولا في المقام؟ ايوه كده اضحك يا راجل، هتشيل هم علي خليها على الله. لا دي مرة كبيرة في السن يا حدق. ونعم بالله. يلا قول لي ساكنة فين المرة دي عشان نقضي المصلحة. ضربة فلس يا اخي، عايزين نشحن الواي فاي. انت اهم حاجة عندك تشحن النت. ماشي هقول لك. مين الله جاك عقربت اكلك يا بتخبط. عارفين لو طلعت عيل من عيال الجيران حاض لي عيل هرده. مين وبعدين فيكم والله العظيم لك علي. حاسبي يا خالة، حاسبي. انت مين؟ يا هلا، انا النقاش اللي بعتنا عم عبد الله الكهربائي. يا حلاوة، عبد الله بعت لي نقاش من الخليج. من وين انت يا طويل العمر؟ خليجي مين بس يا خالة؟ انا مصري. خالة؟ تبقى مش خليجي يا عين الخالة. ومصري ده اسمك ولا لقب؟ يا ابوي انا هتكلم على الباب. يا المرضياتي. معلش يا ولدي، تدخل جوا ولا اجيب لك التكييف اللي حطيته هنا؟ والله انا عايز اقول لك هاتي هنا بس ما ينفعش. لا خلاص، تعال ادخل يا عين الخالة. يا خالة يا خالة، انت قفلت الباب في وشي. مين؟ وبعدين في المرة دي ولا؟ والله العظيم لو طلع عيل الطرد لك رمي وعينه. انا مؤاخذة يا وليد نسيتك. تعال. يا ساتر، هو ده التكييف يا خالة؟ ده عايز يدخل فرن. فرن؟ ليه؟ رغيف ايش؟ ايوه هو يعني الخالة، هو في غيره؟ والله طالما طلعت انت مرة لئيمة لعلمك الأدب. عايزين بستلة يا خالة. عندك يا حبيبي، اتصرف. يلا ان شاء الله تعبي في سكسوكتك حتى. والله لا اعمل لك في السلة. ايه ده؟ جبس؟ والله ما تستاهلي غير الجبس. والله لا دي الجبس. وانت اسمك ايه يا طويل العمر؟ عماد يا خالة. مرتبط ولا سنجل؟ لا سنجل يا خالة.
هي دي وضلع دقيق. انا عارفها شغلانه مدندله. ايه بتقول يا ود انت؟ انا اخذت من اللي تحت السلم، واللي تحت السلم طلع دقيق يا خاله. وقعت ابوك طيني على الخيمة. ليه الغلط بس ده يا خاله؟ مش انت اللي قلتي لي خذ من اللي تحت السلم يا خاله؟ وخدت الدقيق كله على الخالة. ايوه الشوال اللي كان تحت السلم. طب ما فضلتش حتى كانت ربعة، كان عملت لي بيهم قرص دوكة. لا مفيش، وانا هشتغل لك فرانك. وكمان مش عاجبك الكلام. والله عديلة يا الخالة، وابقى سلمني على صاحبك اللي بيخمر. العدة يا حرامية. خذ عدتك واجهز عدتك. منك لله يا بعيدة. يلا شغلانة وراحت، خيرها في غيرها.